Oh, نسيت النظارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا خلصنا صلاة الفجر والعيد، الناس طبعا كانوا بيوزعوا عدس بعد الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يعني حلو قوي، الحمد لله رب العالمين. والمطر في ألمانيا. صباح الفل، صباح الجمال عليك يا كابتن نهى، وعيد مبارك عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. Alles klar? Geht's dir? والله جود، Schön, mir geht's Alex. gut. والله الحمد لله. وgeht's dir alles okay? هذا عيد مبارك إن Du شاء الله. machst gerade wieder Video? يا ماخذ das gerade. السلام عليكم. سلام. عيد مبارك عليكم إن شاء الله وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الواحد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى. أنت أغلى ما تملك، وصحتك أغلى ما تملك. مارس الرعاية الذاتية. يعني مهم جدا اللي أنت تهتم بنفسك. ويعني الناس كلها عايزة تخش الجنة وخايفة من الموت. يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. حلو قوي اللي انت تكون مع ربنا وربنا في قلبك، تحس بإحساس جميل. الحمد لله. كل لحظة وانتم طيبين. صباح الفل وصباح الجمال عليك يا فيفي وعلى أبو دجانة وعلى الجميع واللي موجودين، ويومكم النهاردة يكون جميل إن شاء الله. الحمد لله أنا أجازة، وكالعادة برضو صاحب. لو قلت لكم الساعة كام مش هتساوي الساعة 2. 2. سبحان الله يعني. وقايم فايق ونشيط. تقوم كده سبحان الله تصلي قيام الليل وتقرا قرآن وتروح الفجر، تصلي الفجر في المسجد وتصلي العيد، يبقى كله بركة. سبحان الله. يومكم جميل إن شاء الله، وانت اللي بتصنع يومك، وانت اللي بتصنع سعادتك بينك وبين نفسك. يعني الناس للأسف الشديد مش بتمارس الامتنان ولا اليقظة الذهنية ولا الرعاية الذاتية، ومحتاجة حنان من بره، ومحتاجة حب من بره، ومحتاجة كلام من بره. فأنت جوه مليان يا باشا، أنت جوه مليان الحمد لله. فأنا بقول رحلة الشفاء من جميع الأمراض اللي أنت تقدر نفسك وتحب نفسك وتهتم بنفسك وترعى نفسك، وملكش بركة لنفسك، وتسكن في نفسك. يعني اسكن نفسك، لأن أنت ساكن جوه جسدك. جسدك ده هو سكنك، ونفسك هي سكنك. أنت معظم الناس عايشة بره، يعني معظم الناس للأسف الشديد عايشة بره، بتجري ورا الماديات ورا الرغبات وناسية الروحانيات. فأنت روح وليس جسد. عشان كده معظم الناس عندها أمراض،
الحمد لله خير خير والله. مطر من اول ما خرجت الصبح. انا خارج من بيت الساعه حوالي 3:30 كده او 3:15، وبرضو سبحان الله يعني مطر، وعملت رياضه في المطر وجريت في المطر. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، يعني كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت اغلى ما تملك، مش فلوس مش عمارات، مش شهادات، انت اغلى. صحتك اغلى ما تملك، راحة بالك اغلى ما تملك، قلبك اغلى ما تملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله انا من تجربتي الشخصية بفضل الله، كله بفضل الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. الانسان الطبيعي لا يمرض ولا يدخل مستشفى. يعني اسمعوا منه كلام مش اسمعوا ولا من دكاترة ولا علماء ولا شيوخ كمان. الحمد لله. صباح الفل وصباح الجمال عليكم، صباح الفل وعيد مبارك عليكم على الأمة العربية. احنا للأسف مهتمين بحاجات بره ومش مهتمين بنفسنا، ودي كارثة. انت مش مهتم بنفسك، ولا بتنتبه لنفسك، ولا بتحب نفسك، ولا بتقدر نفسك، ولا راعي نفسك، وبترعى بره وسايب نفسك. سبحان الله. المطر ده في ألمانيا يا باشا، وإن شاء الله في مفاجآت هتقوم قايلها لكم بإذن الله قريبا، مفاجآت حلوة، لأن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى مهتم بنفسي ومهتم بصحتي. فعشان كده بفضل الله لا أمرض ولا أدخل مستشفى، لأن كل ثانية وكل لحظة منتبه على نفسي وراعي نفسي، وفي بمارس اليقظة الذهنية، يعني براقب أفكاري، كلامي، أكلي، شربي، نومي، يعني بربي نفسي من الآخر يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل لحظة وانتم طيبين. فكل يوم عيد. أنا بدام صحيت من اليوم ده عيد، هدية من عند ربنا. فالعيد اللي انت تقدر نفسك وتحب نفسك، لأن نفسك دي عليها حق وأمانة. أخي حاتم، حاولت أقطع الخبز من الأكل ولم أستطيع، لأن أنا ما أحس بالشبع. ما عشان بتاكل سكريات. قال النهارده وأنا في المسجد كانوا عاملين عدس وعيش، والناس بتاكل. أنا ما خدتش عيش، خدت كوباية عدس كده وشربتها، تمام، لأني أنا اللي قررت. أنت ابعدوا عن السكريات يا جماعة، هتشبع والله العظيم. لو بعدت جربوا يا أنا، جربوا كده والله العظيم حياتكم هتتغير. أنا يا جماعة لما امتنعت عن الخبز والسكريات والحلويات والمعجنات، والله نشاط وحيوية. إيه ده؟ بسم الله وما شاء الله، الحمد لله يعني. فكله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني صحتك يا باشا دي أغلى ما تملك، الصحة أنت أغلى ما تملك. مارس الرعاية الذاتية، مارس الامتنان، مارس الحب، خلي عندك روتين يومي صحتي. احنا شاطرين في الشغل، شاطرين في حاجات كتير، ومش شاطرين مع نفسنا. كل لحظة من الطيبين. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الصحة وراحة البال. هو في أهم من راحة البال وصحة الأبنان؟ انت بتشتغل ليه وبتعمل فلوس ليه وعايز تعمل عشان ترتاح وتبقى سعيد. طب انت بدل ما تدور على بره، دور على جوه، اشتغل على جوه. عيد مبارك عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمعين يا رب، بالحب. والإنسان يكون صادق مع نفسه يا جماعة، ومتصالح مع نفسه. ما اضحكش على نفسي. ما اروحش بقى اصلي، انا رحت صليت، انا قريت قرآن، انا رحت حجيت، واطلع صور بقى، واطلع بقى اعمل لايكات، واطلع على الفيسبوك ولا التيك توك، وانا عملت وانا مش مرتاح. عيد مبارك عليكم جميعا ان شاء الله. وانا الحمد لله يعني الواحد فعلا لما واحد بيقول انت بتصلي في مسجد ايه؟ قلت له انا بصلي عند ربنا، وراح اكلم ربنا، رايح لربنا واكلم ربنا. مسجد ايه مش مشكله، اما راح بيت ربنا، ده بيت ربنا مهما كان المسجد اسمه ولا فين، ده بيت ربنا. وراح تكلم ربنا واطلب ربنا بقى يعزمني بقى عنده في مكه ان شاء الله يا رب، وربنا يتقبل. صباح الفل وينكم جميعا. والله تعبت من الدنيا ومن الديون يا جماعه. المشكله مش في الدنيا، مشكله فينا. المشكله فينا احنا، المشكله ولا في الدنيا ولا في الديون ولا في الناس، في انا، افكاري، مشاعري. لكن الحمد لله احسن اني افضل مستقبل. طبعا عيد مبارك عليكم يا جماعه. يا جماعه المشكله فينا احنا. انا كنت كده لما عالجت نفسي وقعدت مع نفسي وفهمت نفسي، لقيت المشكله عندني مش بره. فاشتغلت على نفسي، ربيت نفسي بقى، وقعدت مع نفسي كده. احنا ما بنقعدش مع نفسنا. عيد مبارك.
الله يحييك اخونا حاتم في المدينه، اخونا يا رب. والله يعني انا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى وبدعي كده والله ان ربنا يعزمني السنه الجايه كده ونروح نعمل حج يا رب يا رب. انا قاعد ادعي وربنا يعني يتقبل. تصدق مش لاقي الناس ولا في حد، كله نايم يا سيدي. مش مشكله، المهم انا ما اكونش نايم يا جماعه. مش في ناس، المهم انت تكون مستمتع مع نفسك. انت يا جماعه المشكله مش الناس، المشكله انت جوه مبسوط مع نفسك. ما انت لو ساكن جوه نفسك وبتحب نفسك وبتقدر نفسك ولا تحس بوحده ولا تحس بحاجه. دي مشكله احنا فينا، عندنا مش لاقيين نفسنا. ما عنديش هدف، والهدف هو انت. يعني هدف انت الهدف. انا مبسوط مع نفسي ومرتاح مع نفسي بدون، يعني انا بحب كل الناس ومش محتاج الناس. ركزوا في كلامي، انا بحب كل الناس بس مش محتاج الناس، لاني انا بحب نفسي. وبدام بتحب نفسك مش محتاج حاجه من بره، انت مليان جوه حب. انت تدي، انت ما تاخدش. يا ريت تصحابوا الكلام، لان احنا للاسف الشديد مش مستوعبين الكلام ده وتعبانين، لان احنا متبرمجين. احنا عايشين شايلين جوانا معتقدات وافكار سلبيه من الطفوله للاسف الشديد. تدفع فلوس لحكومه اللي بتدفع لامريكا، هل ده يقبل منك؟ يا عم احنا بنتكلم فيه وانت بتتكلم فيه يا عم الحاج. يا عم ركز على المحتوى يا حبيبي، يا حبيبي ركزوا على المحتوى. مش عايزين امراض نفسيه بقى، مش عايزين امراض نفسيه يا عم. ركزوا على المحتوى يا حبايبي يا حلوين. يا دلنا على الطريق انت. انت حب نفسك، قدر نفسك، اقعد مع نفسك كده كل يوم حاسبها. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ماشي؟ يعني انا بقعد مع نفسي يوميا. احنا ما عندناش الثقافه دي، ان انا اقعد مع نفسي واسال نفسي انا مبسوط؟ طب الناس اللي انا عايش معاهم دوما او ماشي معاهم بيريحوني، بيدعموني؟ يا باشا انت اللي تختار. ربنا سبحانه وتعالى اداك حريه. اسمع، انت شاركت في ماراثون الاخير، تغرب عن حزنك وعن جرائم حماس، اتوقف عن القوة اللي جنبك، عليك ان تستسلم. الله المستعان. ركزوا يا جماعه على المحتوى بعد اذن حضرتكم. احنا علينا الدعاء. ادعي وربنا قال كده: اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ركزوا في الكلام. الحروب مش بره والصراع مش بره، كله جواك يا باشا. الحرب جواك والاحتلال جواك. فانت ركز على نفسك وليس على الاخرين. لو ركزت على نفسك هتعيش في جنه وهتعيش في سعاده. فنقول الحمد لله، لان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل واحد لوحده. واحنا عايزين نخش الجنه وخايفين من الموت. ابن تيميه كان في السجن وبيغيظ اعدائه، يقول لهم ايه؟ انا سجني خلوه ونفي سياحه وموتي شهاده، لانه مؤمن. فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ودايما الانسان حتى لو عايش فيه عنده ايمان بالقضاء والقدر وراضي، مش بيشتكي زي النسوان ويعمل كده انا تعبان وقرفان لا، الواحد يبقى قوي وايمانه قوي ويتقبل ويقول الحمد لله. وحتى لو مت انا ميت شهيد، نعمه من هروح لربنا يعني، مش رايح حاجه تانية يعني، مش شايفها مشكله يعني. المهم المشكله الكلام اللي انت بتقوله لنفسك. انت بتدمر نفسك بنفسك. مش حاجه اسمها اوروبا ولا امريكا ولا بلدي. انت جوه، انت روح. فانت عايش جوه جسدك. لو انت عندك ايمان قوي وعلاقتك بربنا كويسه وبنفسك، والله لو عايش في صحراء. للاسف الشديد احنا متبرمجين في الدول العربيه. كلام هيبقى صادم ليكم، اتعلمنا غلط. التعليم فاشل في الدول العربيه وفي العالم كله. بيتعلموا بيحفظهم حفظ. انت بتحفظ، ما بتقولش رايك، بتتلكم كده. يعني تعليم تابع. انت تابع يا باشا. يقول لك شمال شمال، ما بتقولش رايك، ما تقولش الكلام ده عاجبني مش عاجبني، لا. ففي حاجه اسمها مهاره التعلم الذاتي، يزكيهم ويعلمهم. تزكيه يا باشا، تزكيه القلب والروح. فانت مش تلقين. نعم تلقين يا باشا. بتعلم تحفظ. دخلت ابتدائي، خد اعدادي، ثانوي، جامعه، خلص، اشتغل، اتجوز، خلف، موت، خلاص. عملت ايه؟ ولا حاجه. استمتعت؟ ولا حاجه. المهم انا بقلد. ماشي؟ بقلد. احنا بنقلد يا باشا. احنا متبرمجين
ما هو الانسان، انا بروح المدرسه ليه؟ او طالع على تيك توك ليه؟ او بطلع في التلفزيون ليه؟ او بشتغل، لازم اعرف. يعني مش مشكله، المهم انا موظف، انا دكتور، انا وزير. يا باشا انت مش ده، انت روح. لست اخذ مثال ولا تاخذ مثال من القادم امثال معاونه والمامون. يا عم الحاج اسمعوني، احنا كده كده هنموت. تذكر يا بني ادم اللي انت هتموت، فتقبل حياتك واحمد ربنا ومارس الامتنان. ما تقارنش ولا تحكم. احنا تعبانين عشان بنقارن، واحنا مش مركزين على اللي عندنا. احمد ربنا. لو حمدنا ربنا، لان ربنا ولئن شكرتم لازيدنكم. فاحمد ربنا. تمام. وربنا سبحانه وتعالى كريم وغفور ورحيم، هو شايف، هو اللي خلقنا. فاحنا خلينا احنا في الموضوع، ما ندخلش في موضوع تاني، عشان لو دخلنا هعمل بلوك. يعني انا بتكلم النهارده كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك. تمام. وبقول لك دلوقتي يا باشا، ركز على نفسك وركز على صحتك. المشكله داخليه وليس خارجيه. فنركز في المحتوى. بقول لك انت المسؤول عن نفسك، انت اللي بتختار المرض، وانت اللي بتختار الصحه بافكارك ومشاعرك انت. يا ريت تستوعبوا الكلام ده. انا داخل اقول كلمتين من قلبي، من تجربتي الشخصيه. مش هتكلم في حاجات ماليش انا وراجل، ولا بتكلم في السياسه ولا في الدين ولا في الكوره. انا طالع اقول تجربه شخصيه، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت. اللي انا بفضل الله سبحانه وتعالى خالي من جميع الامراض. عملت عقد في المانيا لان لا امرض. بجري في ماراثونات العالم، سن 62 سنه. عامل تجربه صيام شرعي وصيام متقطع وصيام ميه وصيام على التلفزيون والدوبامين. الحمد لله. ايه طيب، ايه الموضوع اللي موجود؟ الموضوع الموجود يا باشا اللي انا بتكلم النهارده، انت افهم نفسك واعرف نفسك وركز على نفسك عشان تلاقي نفسك. اكتشف نفسك، بناء نفسك، ابني نفسك صح. انت مهندس ومعمار نفسك. معايا يا حبيب قلبي؟ مارس الرعاية الذاتية. هتكلم على رحلة الشفاء من جميع الأمراض. ازاي الإنسان لا يمرض. اعتني بنفسك، حب نفسك، انتبه لنفسك، خلي بالك من نفسك، ملكش بركة الا نفسك ثم نفسك ثم نفسك. انت عندك مرض ليه؟ انت مش مهتم بنفسك، ولا بتاكل اكل صحي، ولا بتلعب رياضة، ولا بتنام بدري، ولا بتصلي، بس عاوز فلوس، بس عاوز شهرة. اتفرج على ماتشات، اتفرج على تمثيليات، افلام، وقعد على القهاوي، تضييع الوقت بس. وفي الاخر ظروفي. احنا عاوزين عقلية نمو، مش عقلية ثابتة، مش عقلية الضحية. احنا عاوزين عقلية النمو المستمر. فالمستمر منتصر. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. بكرة ان شاء الله ألمانيا هتكرمني، تكرم المبدعين. بكرة الساعة 6 مساء هتكرم، ومش أول مرة يكرموني في ألمانيا. بيدعموني المبدعين في ألمانيا. شوفوا بقى، مش أي حد، مبدعين. شوفوا بقى، كرم بفضل الله. الحمد لله. فدي نعمل ايه؟ اشتغلت على نفسي صح. اشتغلت وتعبت ومجهود عشان هما يعني الحمد لله فخورين بحتومة. يقول لك 62 سنة الراجل بيجري 42 كيلو بسم الله، وخالي من جميع الأمراض، وعامل عقد في ألمانيا لا يمرض. ما حدش عمل دي، ما حدش في ألمانيا ألماني ولا أمريكي ولا حتى جنسيته ايه، راح التأمين الصحي بسم الله وما شاء الله قال لهم ني فيدا كرانك. أنا لا أمرض لأن الطبيعي ربنا، أنا وصلت المعلومات كده. وعشان كده بقول لأي دكتور يخش لي، اتضحك علينا، ضحكوا علينا. أنت ولا المفروض ولا تعمل عمليات ولا عملية تجميل ولا تكميم ولا أي حاجة. صباح الفل عليكم وعيد مبارك عليكم إن شاء الله، ويومكم يكون جميل. حبيب قلبي حبيبي عليكم السلام. مبارك حبيبي. قال اسكراب بديع مبارك حبيبي. والله الحمد لله. بديع أوخ الحمد لله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. عم حاتم صليت الحمد لله، والله صلينا الفجر الحمد لله. عيد مبارك عليكم. صلينا الفجر يا جماعه في المسجد، واستنينا وقعدنا نكبر وصلينا العيد الحمد لله، وربنا يتقبل الحمد لله. فكله بفضل الله. ففهمت
اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني في احسن تكوين، وخلقنا كلنا في احسن تكوين، وسخر لنا كل شيء، وخلقنا بصحه ونموت بصحه. فاشتغلت على كده بقى، قعدت مع نفسي. حاتم، اهتم بنفسك يا حاتم، خلي بالك من نفسك يا حاتم، انت الاول والاخر يا حاتم. مفيش زعل، مفيش غضب، مفيش اي حاجه، لان الزعل والغضب بيدمر. الغضب يدمر الكبد، والخوف يدمر الكلى، والحزن يدمر القلب والرئه، تمام، والفقد بيدمر الرئه. طب وليه ده كله؟ فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحنا عايشين غلط، عشان كده عندنا امراض، مش صادقين مع نفسنا. والله وبقول علني لجميع اللي معايا على قناه دلوقتي، لو قلبك نقي وسليم لا تمرض. شفت بقى؟ لو قلبك نضيف جوه، لان شوف انا قلت الالماني يقول لك ايه؟ اللهم صل على النبي، كرانكنهايت ارزدشبراخه دي زيلي، يعني كل الامراض لغه الروح. لو روحك نظيفه والله لا تمرض، والله ما يجي لك حتى اي حاجه. انا بطبعي افكر بشكل استراتيجي، وغالبا اجد نفسي مرتاح في مواقع طلب قياده او اتخاذ قرارات مصيريه. عالم عايشه بالاونطه يا باشا، عيد مبارك عليكم. لا، ما هو احنا عايشين في الماديات. كلما زادت الماديات قل الروح، وكلما قل الشهوه والرغبات والماديات زادت قوه الروح. فانت روح، فعشان تبقى غذي روحك يا باشا. تغذي روحك ازاي؟ لان طبيعتك وفطرتك الحب. تبقى ربنا كده في قلبك، وتحاول تصلي تكلم ربنا وتقرا، ولما تقرا قرآن ربنا بيكلمك، ولما تصلي انت بتكلم ربنا. فربنا هو اللي خلقنا فنلجأ له. فاحنا بنلجأ لمين؟ للماديات والمظاهر. انا عندي بيت، انا عندي عربيه، انا عندي شهاده، انا عندي ده بره ده يا باشا. فانت واخد قيمتك من بره. يعني احنا طبعا تخلي طبعا. فانت لما تكون الدنيا دي وهم، لان كل شيء ظاهر هيموت، ماشي؟ ده كل الحاجات دي كلها وهم، ده كله هيروح الا انت روح. وكل اللي بره ده هيروح، اللي هي الدنيا. فالناس بتجري ورا الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. فأنت مفروض تعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة. تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واستمتع وعيش حياتك. الدنيا بدي ماديات، الدنيا بدي أخلاقيات. الحضارة تبنى على على القيم والمبادئ والأخلاق والدين، مش على الماديات. ده رأيي يعني. أما في ناس تشوف الأمور من فوق مش بالتفاصيل، عشان كده ما هو يعني الله المستعان. صباح الخير عليكم، يومكم يكون جميل يا جماعة. لازم أنت تقعد مع نفسك وتفهم نفسك. يعني ما نضحكش على نفسنا. يعني ايه؟ في ناس عايشه فوق، في ناس عايشه اهتمام من بره، لان هي من جوه فاضيه، من جوه صفر، فهي عايزه تملى جوه، تمام، من بره تحط جوه. لا يا باشا، خليك انت من جوه مليان. انت بتتكلم كلام عميق، للاسف اغلب الناس تركز بالمظاهر. ما هو مش هيستوعب كلامي للانسان الواعي. الناس كلها شغاله على لانها عندها نقص، اتربط على كده، اتربط. لازم انا دلوقتي بقت عندهم قدوه الممثل والمغني ولاعب الكوره، ده القدوه. لماديات، شهره، للاسف الشديد. نعم، كلمه طيبه صدقه، والرسول عليه السلام قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقولوا قولا سديدا. كمان مش فاهم كلامك، شعوبي لا معنى له يا سيدي. خلاص، كلامي مش عاجبك ما تسمعنيش يا سيدي. كلامي انا مش عاجبك ما تسمعنيش يا حبيب قلبي، وبارك الله فيك. فكل واحد بياخد له يومين. المهم اخرتك ايه؟
اخرتك تذكر يا بني ادم هتموت، خدت فلوس كويس، خدت شهرة كويس جدا، وبعدين وبعدين يا حبيبي الاخرة متر في متر ونص، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صباح الخير، عيد مبارك. المجتمع للاسف سطحي ومادي، البعض لا يفهم كلامك اصلا. لا يا باشا، انا يا جماعه بعذر بالعكس وبحبهم، انا بعذرهم وبحبهم والله بالعكس يعني، لان انا ده يعني فهمهم ووعيهم فبعذرهم يعني. فالانسان الواعي لازم يعذر ويتقبل كل واحد، وانا يعني بقول لهم شكرا يعني، حتى سواء يعني كلام عاجبهم او مش عاجبهم يشكرهم يعني، اصل مش هيأثر علي باي شيء يعني. المهم انا مقتنع بالشيء اللي انا بقوله، لان انا مجربه وعايشه، انا مش ناقل كتاب او بترجم او طالع اقول لك انا دارس او مختص. انا بقول كلام انا عايشه وحاسه وعارف بقول ايه يعني فاهم بقول ايه. ما خلاص بقى مش مشكله بقى عندهم ايه، ربنا يصلح حالهم يا عم الحاج ربنا يهديهم ويصلح حالهم. المهم وكلامه واضح. انا بقول الانسان الطبيعي لا يمرض، فبتكلم انت لما يكون عندك رعايه ذاتيه. عيد مبارك عليكم ان شاء الله، ويومكم يكون جميل ان شاء الله يا جماعه. وصدقوني الحياه حلوه وجميله وسهله وبسيطه، مش عارف معقدينها ليه. ربنا سبحانه وتعالى والله مسخرين كل شيء عشان احنا عامل كل شيء. تشتغل يوم الاجازه يا عم الحاج، يوم النهارده اجازه. انا امبارح زعلان ما خدتش اجازه امبارح والله. لا الحمد لله اجازه، وحظنا حلو يوم الاثنين في المانيا اجازه. يعني حظ حلو يوم الاثنين اللي عايشين في المانيا، يوم الاثنين اجازه في المانيا كلها. يعني النهارده وبكره وبعد ال4 ايام اجازه الحمد لله يعني. فكله بفضل الله. فانت لازم تفهم نفسك وتعرفها. انت عايش ليه؟ انت بتدخل جامعه وبتشتغل ليه؟ انت بتعمل فلوس ليه؟ كله طالع بيزنس، شركات، عربيات، مشاهير، طيارات. طب وبعدين انت مبسوط؟ عليكم السلام. ما فيش شغل بعد الظهر؟ ما فيش شغل النهارده خالص يا باشا. صباح الفل عليكم، يومكم جميل عليكم السلام ويومكم جميل. لما واحد يطلع لكم على التيك توك وبيقول لكم انا مش دكتور ولا متخصص، ويقول لكم ما فيش حاجه اسمها مرض، هاتوا لي دكتور، انا عايز دكتور سامعني او في وزاره الصحه العربيه او العالميه يخش لي. تعالى لي يا باشا، خش الحتومه. انا بقول لك الانسان الطبيعي لا يمرض، ولا محتاجين ادويه ولا محتاجين مستشفيات. قاعدين تبرعوا له مستشفى مش عارف ايه، نتبرع ليه؟ نشحت ليه؟ فين عايش؟ انا عايش جوه. قاعدين تبرعوا له مستشفى مش عارف ايه، نتبرع ليه؟ نشحت ليه؟ فين عايش؟ انا عايش جوه نفسي يا باشا انا عايش جوه جسدي، انا جوه نفسي. عشان كده انا عايش جوه نفسي يا باشا انا عايش جوه جسدي، انا جوه نفسي. عشان كده سعيد الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعيد مبارك عليكم. الانسان مع نفسه، نفسه يرتاح مع نفسه، بنفسه يرتاح في اي حته، حتى لو في صحراء، حتى لو في سجن. تشتري كبش العيد ولا لا؟ عقلتي بطبيعتي تميل لصناعه التغيير وبناء الحضاره، مش بحثنا عن شهرة ومال، بل من منطورة مسؤولية فكرية وتاريخية. النت عندك بيقطع، هو ما فيش عيد في ألمانيا. العيد جوه يا باشا، العيد جواك هو العيد جواك انت. العيد الحمد لله قمت صليت كام الليل، قريت قرآن مع مراتك وعيالي شفتهم في المسجد الحمد لله، واللهم صل على النبي. بتصلي في العيد، ما العيد ايه؟ العيد لمة وفرحة بس جواك يا باشا. كل عام وانتم طيبين. فين البلد قصدي يا باشا؟ انت في المانيا، انت مش في دوله عربيه. ركز على المحتوى يا باشا. احنا دايما مركزين على بره، نركز على جوه احنا مشكلتنا بره. ركز على جوه يا باشا، مش مشكله. المهم انا مبسوط، في ناس مبسوط، ما فيش ناس انا مبسوط. ما حدش هيستوعب كلامي، ما حدش هيستوعب. خلينا في المحتوى. 1.5 مليون مسلمين على الارض لا يملكون الا الدعاء لاطفالنا. نعم احنا بندعي، وامبارح قلت ادعوا يا جماعه، وفي رب فوق
وربنا قال للمظلوم وعزتي وجلالي لانصرنكم بعد حين. نتقبل نتقبل نتقبل، والحمد لله، نقول الحمد لله. حتى انا لو مت انا ما بخافش من الموت، ماشي؟ يعني انا حياتي ما بخافش، اموت راح لربنا، هزعل ليه؟ يعني احنا مش عاوز تخش الجنه، ما انت هتموت. عايزين نخش الجنه وخايفين من الموت، والله العظيم حاجه غريبه. الحمد لله. فاحنا انت المسؤول عن نفسك، وكلامي اهو، هنوفر مستشفيات، هنوفر ادويه، هنوفر معدات طبيه، هنوفر دكاتره، هنوفر فلوس. والناس يا ريت يغيروا سياسه التعليم في الدول العربيه، ماشي؟ يعني يغيروها كده، يخلوا الطلبه تتحمل المسؤوليه ويبقوا ايجابيين ويحبوا نفسهم ويقدروا نفسهم ويقولوا رايهم، مش يحفظهم حفظ. التعليم حفظ، تلقين، تابع. انت تابع يا باشا. انا مستعجل اروح عند ربنا، انا استمعت بما يكفي. طبعا الواحد يعمل لما يروح المسجد بيقول انا رايح عند ربنا ازور ربنا، انا رايح بيت ربنا عشان اكلم ربنا. ولما تروح مكه يقول لك ربنا، يعني تروح الحج يقول لك ربنا بيقول لي تعالى، يعني عازمني. ولما تقرا قران ربنا بيكلمك. فالانسان يكون مع ربنا، ربنا يكون معاك. صدقوني هو ده السر، تكون صادق مع نفسك، قلبك نظيف وربنا في قلبك، هتلاقي الدنيا جميله والناس جميله والناس طيبين، وتلاقي كل حاجه حلوه لان انت جواك حلو. السرطان مرض العصر، كوس قال الغل. طبعا هو السرطان بيجي ليه؟ ليه؟ ما هو غضب وحقد وزعل واكل غير صحي. ما هو على فكره جسمك كده بيديك اشارات بس انت بتطنش، فاسمع صوت جسمك واحترمه وحبه، ومالكش بركه اللي هو. اما احنا ما بنسمعش، يجي لي نغزه يا عم معلش شويه برد. وعلى فكره مع احترامي ليكم، وده رايي، ممكن صح وممكن غلط، الناس اللي قلبها طيب وطول عمرها فيها خير بتموت بالراحه وما بتحسش بألم المرض او بألم اي حاجه. اما الناس اللي هي شافت عذابها بجد بتحقد وبتغل وظلمت ناس، اخرتها بتبقى سودة، عذاب بقى، وتلاقي ربنا بتعبه في موته وفي اخرته وفي النهايه. والله ده رايي يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالانسان حتى لما يجي يموت، حتى لو جاله مرض، حتى بتلاقي على قلبه زي العسل وهادي اما في ناس قبل ما تموت بتتعذب، فربنا بيعذبهم في الدنيا والاخره. والله المستعان يعني. يعني نخاف ربنا ونتقي الله ونركز على نفسنا، ما نركزش على الاخرين. ركز على نفسك يا باشا، ما تركزش على الاخرين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ركز على صحتك، ركز على رعايتك الذاتيه، مارس الامتنان، حب نفسك، اهتم بنفسك، اسكن نفسك. نعم يا المس هورن يا. فانت المسؤول عن نفسك، ما تجيبش العيب على حد. صباح الفل وصباح الجمال عليكم، يومكم جميل. شوفوا الحمد لله، وانا اجازه، خدت اجازه النهارده في شغل في المانيا. قايم بدري، قايم الساعه 2 بدري، تصلي كام الليل وتقرا قران وتعمل رياضه وتشرب ميه وتتمشى وتجري وتعمل رياضه وتروح المسجد تصلي الفجر وتستنى لغايه صلاه العيد وتصلي العيد وتسلم على حبيبك في المسجد يبقى يومك كله بركه، يومك كله بركه، ماشي؟ فانت غذيت عقلك وغذيت قلبك وغذيت روحك، بتحس في ذمه الله ولا تمرض. اما احنا بقى النميمه والغيبه، وده راح مش عارف فين، وده صباح الفل ويومكم جميل وعيد مبارك عليكم، وده راح وده عمل وده بيشتغل ايه وده انت بتنسف طاقتك، تمام؟ وانت اهم حاجه عندك طاقتك. يعني انت مهتم بكل حاجه ومش مهتم بطاقتك، فاهتم بطاقتك يا حبيبي وبقلبك. عيد مبارك عليكم ان شاء الله حبيب قلبي. صباح الخير، كل سنه طيب، عيد مبارك عليك يا حبيبي معايا. فاحنا للاسف الشديد، يعني انا بقول لكم من تجربتي، ركز على نفسك. والله العظيم لما تركز على نفسك وصحتك وتشوف هدفك انت عاوز ايه وتسعد نفسك وتاخد بالك من نفسك، والله لا تمر ده. استاذ حاتم، اليوم محلات مفتوحه؟ نعم، النهارده اليوم مفتوحه طبعا، النهارده مفتوحه وبكره مفتوحه، ولكن يوم الاثنين اجازه يا جماعه. يوم الاثنين اجازه في المانيا، المحلات قافله.
فعيد مبارك عليكم ان شاء الله، وكل يوم يبقى عيد يا جماعه، مش نستنى العيد ونكلم بعض. والله العظيم تلاقي الناس في العيد يروح باعتين رسائل لبعض، العيد خلص خلاص، زي في رمضان الناس تبقى كويسه، بعد رمضان يا جماعه خلي ايامنا كلها رمضان وايامنا كلها عيد، ايه المانع يعني؟ استاذ حاتم، كيف اشعر براحه جسديه واسترخاء؟ عيد مبارك ان انا اقعد مع نفسي، يعني يوميا كل يوم اقعد مع نفسي واسال نفسي انت عاوز ايه يا نفسي؟ انا مرتاح مع نفسي؟ انا مبسوط مع نفسي؟ ما حدش هيجاوب عليك الا انت يا حبيب قلبي. يعني املى نفسك حب، قرب لربنا، اكل صحي، رياضه، تنفس، نوم بدري، حياتك هتبقى حلوه ان شاء الله. وابعدوا عن الناس السلبيين يا جماعه، الناس دايما بتشتكي. اذا تكون مرتاح هو عيد طبعا، ما هو ده العيد اللي انا جوه في طمانينه، في سكينه، في راحه، واكلم نفسي ايجابي يا جماعه، ركزوا ده مهم جدا. تحدث مع نفسك ايجابي وتكون متفائل، يعني انا مبسوط، انا سعيد، انا استحق الافضل، انا استحق كل خير، انا استحق الصحه، انا استحق السلام والامان والحب. ايه المانع؟ ايه المانع؟ صح، بس كنت التفكير تعب. لا، افكر ايجابي وليه افكر سلبي؟ من اللي بفكر؟ انا مش عقلي، انا مش عقلي، انا اكون مراقب على عقلي. يعني انا مثلا بيجي لي فكره سلبيه، ستوب، اروح ضارب فرامل. انت عاوز ايه يا حاتم؟ عاوز دي؟ لا مش عاوز دي، مع السلامه، خلاص. انا المتحكم في عقلي، اذا سيطرت على عقلك هتسيطر على العالم كله. فلازم اسيطر على عقلي وعلى نفسي. انا لو اتاثرت باي حاجه بره يبقى عندي مشكله نفسيه، انا لو اتاثرت باي حاجه بره يبقى عندي مشكله، يبقى عندي هشاشه نفسيه، انا ضعيف جوه، لاني انا متحكم جوه مش بره. يعني حد قال لك حاجه ما يقول، هو حر. واحد يقول لي ده مراتي خانتني، واحد تقول لي ده جوزي خانني. يا جماعه هو ده خان نفسه وخان ربنا، انت زعلان ليه وانت اللي خنت؟ الله العظيم حاجه غريبه. شو اسم هذه المدينه؟ المدينه دي يا باشا اسمها إلمسهورن. ولو حضرتكم اللي عايشين في المانيا هكتب على عند الاخر واحد بيقول شو اسم المدينه عشان يعرف مين الشخص اللي بيتكلم، اللي ما يعرفش يعني اللي اول مره يخش. طبعا اللي دخل انا زهقتهم بالحكايه دي. يعني سيبوا الحكايه دي 5000 مره. شوف يا حبيب قلبي، كتبت لك اهون اللي عايشين في المانيا يا جماعه، خش على ثبتها. اللي عايشين في المانيا اكتب على جوجل محمد حجازي ماراثون، اكتب على جوجل محمد حجازي ماراثون وتعرف انا مين وبشتغل ايه وبعمل ايه في المانيا وايه المحتوى اللي انا بقوله. والحمد لله المانيا كرمتني ازيد من 3 مرات، وبكره ان شاء الله مكرميني المبدعين في المانيا. يعني بكره ان شاء الله يكرموني المبدعين، رئيس الولايه ورئيس مجلس مدينه والمسؤولين عن الرياضه. الحمد لله كله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. فممكن حضرتك تخش على جوجل اكتب هتشوف الشخص ده، وفي اذاعه المانيه بتتكلم برضو عني الكلام اللي انا قلته يعني. واسمع يا باشا، حضرتك بتعرف الماني عشان تعرف هتتشرفوا بالشخص ده اللي هو يشرف العرب والمسلمين الحمد لله. ولسه في مفاجآت ان شاء الله قريبا اقول لكم عليها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مش هتسمعوا قناه على التيك توك ولا التلفزيون ولا اليوتيوب زي انا، وكلام هقوله وبعيده كل مره ممكن يصدم بعض الناس. انا عندي استعداد كل الدكاتره المحترمين اللي عندهم كام مليون وعندهم كام دكتوراه ادوهم محاضرات. انا ولا دارس ولا متخصص. المشكله انت مش دارس. ما في ناس دارسه ومش عارف حاجه، مع احترامي ليها. المهم انت مطبق يا باشا، طبق. الدراسه دي وبتاع دي من وجهه نظري 5% تعليم، اما التعلم الذاتي ده 90%. ده رايي يعني. حبيب قلبي كريم، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وعيد مبارك عليك ان شاء الله وعلى كل الموجودين. فاحنا ضحك علينا تنميه بشريه وتنميه ذاتيه وعلوم طاقه وقانون جذب وكذب في كذب، وكل ده تجاره وبزنس مع احترامي للجميع. انت مش محتاج دورات تدريبيه ولا حاجه، انا محتاج تحب نفسك وتقدرها بس. حب نفسك وقدرها يا باشا. حب نفسك ومالكش برك اللي هي، احتويها، خليك لطيف معاها. مالكش بركه اللي هي دي اللي معاك 24 ساعه، دي اللي معاك 24 ساعه. خلي عندك عقليه النمو المستمر، طور من نفسك. عيد مبارك عليكم على الجميع ان شاء الله. اما انت زعلان ليه؟
والساعة في ألمانيا 7:04، 6:06، ودرجة الحرارة 16 برغم اللي فيه مطر يعني. عيد مبارك عليكم جميعا. فأنت المسؤول. احنا قاعدين نشوف يعني مع احترامي ليهم اللي بيطلعوا على التلفزيون المشاهير، معظمهم مدمنين ومعظمهم بيقولوا كلام غير الواقع. يعني انت ممكن تسمعهم قال تعليم قال معايا. فالتعليم تابع، انت بتحفظ بيديك وتحفظ وفي الاخر بتسمع، ولا فهمت حاجه ولا حتى بقى عندك تعلم ذاتي. ممكن تفيدنا على طريقه للصيام المية؟ وشكرا يا اخي. حاضر، صدقت استاذ حاتم. صباح الفل، صباح الجمال عليك. صيام المية لازم لما تعمل صيام المية، يعني انا بشرب مية ما باكلش، وده بينظف الجسم من السموم ويعالج جميع الامراض ويطلع الفضلات المتراكمة. يعني صيام علاجي وفي شفاء. يعني الصيام في حد ذاته في شفاء، سواء صيام شرعي او متقطع او مية. انا بجرب. عيد مبارك عليكم ان شاء الله. فقبل ما تعمل الموضوع ده لازم مع طبيب، وقبلها ب3 4 ايام تبدا واحده واحده، ما تفاجئش جسمك تعمل له شوك كده، بالتدريج تاخد سوائل قبلها ب3 ايام، سوائل، شوربه، ميه، عصاير، اكل تحطه في الخلاط معايا، واحده واحده كده. وبعدين تبدا تشرب ميه فقط، وتبدا في الاول نص يوم تدريج، واحده واحده. وبعدين تشوف الضغط وتشوف السكر وتشوف كل حاجه، والدكتور معايا، وتشرب ميه. ده يعني بشرب ميه بس ما باكلش. وانا الحمد لله عملت الموضوع ده من 2003 من شهر 10. واللي ما سمعنيش كان عندي ضغط وعندي سكر وعندي كرش، ووزني كان 120 كيلو. وفي شهر سبحان الله 8 2004 نزل الكرش وراح السكر وراح الضغط، ووزني بقى 90، من 120 ل 90. وده كله بالصيام. عملت صيام شرعي مع صيام الميه، والنوم بدري مهم جدا، التنفس، الرياضه، المشي في الطبيعه، ده بتاثر. ومن يوميها خالي من جميع الامراض، وبسم الله وما شاء الله مشترك في جميع ماراثونات العالم. وجريت في يناير في دبي، وفي يناير جريت في دبي 12 يناير 42 كيلو، و8 فبراير في السعوديه 42 كيلو، وفي هامبورغ 27 4 42 كيلو. وكانت في بطوله المانيه خدوني المنتخب الالماني في 4 5، وبطوله ولايات في 26 1 و24 5. وان شاء الله في بطولات الشهر ده والشهر الجاي وشهر 9. المدرب بعت لي الاسبوع اللي فات ايميلات ومشاركني في بطولات المانيه وماراثون، وقال لي انت مستعد؟ قلت له ان شاء الله. وسجلت في ماراثون في اليونان، حتومه بازان، رايح اليونان 9 نوفمبر. سجلت 42 كيلو في قريه اسمها ماراثون. ان شاء الله اللي عايش في اليونان سمعني، حتومه بازان جاي اليونان ان شاء الله ان عشنا. وقدامكم شاب 62 سنه، والسنه اللي جايه ان شاء الله سجلت في هامبورغ 26 ابريل في هامبورغ 63 سنه اذا ربنا طال في عمري. هدفي صحتي، هدفي بستمتع وانا بجري. الرحله مش وجهه، فانت بتجري مستمتع وانت بتجري، مش مهم تطلع الاول الاخير، ده مش هدفي. الحمد لله، الله يقوينا جميعا. وعايز اثبت لنفسي ومتحدى نفسي ومعاهد نفسي لا امرض مدى حياتي، وهلف في العالم كله ووري العالم اللي فيه شاب عنده 60 سنه و63 سنه و64 سنه و65 سنه شباب وبيجري 42 كيلو. الحمد لله، وكله بفضل الله. فاحنا للاسف الشديد مش مهتمين بالصحه. فلو لقيت اي انسان عربي، اتمنى في الماراثون اشوف الدكاتره المحترمين اللي بيطلعوا على التيك توك واليوتيوب، يا ريت يكونوا سامعيني وعندهم فوق ال60 سنه، اشوفهم في الماراثون حتى لو يجروا 5 كيلو 5 كيلو. اللي يقول الصحه والرياضه واكل صحي وانا اشوفك يا باشا تجري 5 كيلو، مش عايز 10 كيلو ولا 21. يا ريت، اتمنى يعني. مش عارف ليه يعني بتطلع وقال الله وقال الرسول ومش مهتم بصحتها. الله العظيم، ده اسمه ايه بقى؟ مش عارف، انتوا تسموه بقى. يعني انتوا تسموا كده ما حد يطلع على التلفزيون او التيك توك والصحه وخد بالك من نفسك. هو مش واخد باله من نفسه. الله العظيم، هو اساسا مش واخد باله من نفسه.
وطلع يكح. معلش بقى انا كنت تعبان. تعبان يا عم انت بتتكلم عن الصحه؟ فحلو انا شفت دكتور برضو ما شاء الله عليه اتكلم عن الصحه، هو مطبق على نفسه، فده ما شاء الله عليه مطبق. اما انا اقول كلام مش مطبقه على نفسي. وان شاء الله ان شاء الله هسجل في الرياض السنه الجايه في فبراير ان شاء الله 42 كيلو نعيشنا، واكون 63 سنه، وحاطط في دماغي 3 ساعات ونص. انا خدتها في 4 ساعات في الرياض السنه دي، خدتها في 4 ساعات. السنه الجايه بقى 3 ساعات ونص ان شاء الله. انا متحدى نفسي 42 كيلو، شاب مصري 63 سنه، 3 ساعات ونص جري متواصل بدون توقف باذن الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وهثبت للعالم كله، والاول حاجه لنفسي، عشان نفسي انا بعمل كده عشاني مش عشان العالم. اثبت لنا بفضل الله ربنا مكرمني تمام، ومديني قوه ومديني صحه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. دي مش شطاره، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. لان انت ما تعتني بنفسك وتنتبه لنفسك باكلك بشربك ونومك لا تمرض. انا عندي استعداد اعالج الدكاتره، كلام هصدمكم بكلام بقى مش هتسمعوه من حد. مفيش حاجه اسمها ان دكتور تجميل ضحكوا علينا. تجميل مين يا باشا؟ الجمال جوه. مع احترامي للدكاتره بتوع التجميل اللي بيطلعوا في التلفزيون، ضحك علينا يا باشا والله العظيم. الاكل اكلك، شوف غذائك قدرك. الاكل يا باشا، المطبخ كلام للسيدات والامهات، المطبخ انت المسؤول عن جوزك وعيالك في الاكل. الاكل ده يغير حياه الاولاد ويغير حياه جوزك. اه والله العظيم. قال لك ده عنده كرش، ده مراتي بتحبني، والله بتكرهك، والله ما بتحبك. لو مراتك بتحبك الكرش ده، الكرش مرض. الكرش للرجاله والسيدات مرض، ومش مرض وبس، ضغط وسكر وكوليسترول، ومصيبه بقى للرجاله وصدمه ليكوا بقى. ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني. التستوستيرون بيطلع والحاله الجنسيه بتنزل يا حبيبي، والكورتيزول بيطلع وهرمون الساعه بتنزل. عشان كده انت غضبان، عشان دايما انت عصبي، عشان الكرش. ما هو سبب الكرش. واحنا فاكرين ان الكرش الحزن والشعور بالوحده يمرض الجسم. لا طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتحزن ليه وبتخاف ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه اسمها وحده. مفيش حاجه اسمها وحده. انت عشان مش بتحب نفسك ولا بتقدر نفسك وبعيد عن نفسك وما عندكش هدف في حياتك، فانت حاسس بوحده. مفيش حاجه اسمها وحده ولا غربه. برضو الوحيد في العالم اللي قال الكلام ده. مفيش حاجه اسمها غربه. ما انا 33 سنه في المانيا ومش حاسس بغربه ليه؟ ليه؟ ايجابي، متفائل، ما عنديش فراغ، متطوع في المانيا تساعد الناس، بتقرا، تلعب رياضه، في عندك مشغول مش فاضي. اما عشان انت فاضي انا تعبان. وبعدين مش كده، انت كل ما تقول لنفسك انا تعبان هتتعب اكتر. في نقد سلبي داخلي، انا تعبان، انا قرفان، الناس وحشه، ظلموني، قهروا. ده انت دمرت نفسك كده يا حبيبي. ده انت دمرت نفسك ودمرت المنطقه اللي حواليك كمان. فابعدوا عن الناس دي يا جماعه، الناس دي هيدمروكم. اللي بيشتكي الشكوى الغير لا مذله ده انسان ضعيف وعنده عقليه الضحيه، وده دايما انا مظلوم والله ظلموني. يا عم قول الحمد لله، يا عم قوم اتحرك، يعني جاهد كده واشتغل على نفسك. اما وحده واكتئاب والمانيا المانيا جميله، المشكله فيك انت. مصر تقول يا عم المشكله فيك انت، المشكله في افكارك. والله العظيم غير افكارك حياتك هتغير. كلم نفسك ايجابي. والله العظيم انا ببقى عندي مشاكل عادي بقول الحمد لله وخير وان شاء الله يبقى تمام، واصلي ركعتين ويا رب وبتتحل وبتمشي. قول يا رب واسعى وسيب النتيجه بتاعت ربنا. الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله يا جماعه، قول الحمد لله عشان ربنا يزيدك. ركز على اللي عندك، استمتع بالمتاح. والله لو انت مريض، شوف مريض وتقول لنفسك انا كويس وصحتي حلوه وانا انسان جميل، انا انسان رائع، انا استحق الافضل، انا قوي، والله العظيم هتشفى، والله هتشفى بالكلام، والله بالكلام. شفت بقى؟ انت بتزرع افكارك، بتزرعها جوه جسمك. شوف انت بتزرع ايه. زرعت مانجا هتلاقي مانجا يا باشا. اما احنا عايزين اصحاب، عايزين معارف، اطلع على التيك توك ولا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك اكتب بوست، انا عايز تعليق، انا عايز، وكله محتاج، كله محتاج لانه من جوه فاضي.
فاضيين. انا اقسم بالله بشوف حاجات بضحك، ايه ده؟ حاسس ان انا عايش في عالم تاني. كله عايز اهتمام، كله عايز كلام حلو، كله عايز تعليق. ده واحد متصل بيا بيقول انت ما علقتش عليا ليه؟ انا بعلق عليك يا عم، علقت ولا معلش وانا في دماغي، انا فاضي لك. علق علي ايه ولا ما تعلق ولا ما تعلقش، انت حر براحتك. وانت لو علقت عليا هتبسط، ما علقتش مش هتبسط. وانا بعمل البوست عشان تعلق عليا؟ اخي اللي بحبه هجرني اخي اللي بحبه هجرني بسبب مرضه. مش فاهم يعني يا عم. شوف يا عم، حب نفسك حب نفسك. يعني في ناس عندها تعلق مرض. يا باشا حب نفسك. لما تحب نفسك انت مش محتاج حب من بره. حب نفسك يا حبيب قلبي. حب نفسك وقدر نفسك، واللي بيحب نفسه مش محتاج حاجه من بره. فللاسف الشديد الناس مش فاهمه هي عاوزه ايه. انت محتاج، يعني انت لو عندك التلاجة مليانه اكل مش هتاكل بره. بنهزتو ابيتيت كاستو اسنتس هاوز فانت مفيش اكل جوه هتاكل بره. فانت مش جواك حب، محتاج حب من بره. حب النسوان غير يا حتومه. حب النسوان غير يا عم. النسوان لا، بقول لك حب نفسك. شوف يا جماعه، انت لو بتحب نفسك مش محتاج حب مراتك ولا محتاج حب اي حد. معايا؟ انت مش محتاج. انت بتحبهم كلهم بس مش محتاج حبهم. يا ريت تستوعبوا الكلام. استوعبوا الكلام. ضحكت وحيد سيف في فيلم الطبقة. والله انت عادل ما شاء الله عليك رايق. مفيش حاجه اسمها حب، في حاجه اسمها تقدير، احترام، موده، رحمه. الحب بيروح ويجي يا حبيبي. في ناس تحبك عشان مصلحه. انت عايش بره، انا عاوز حاجه. ما جبتش حاجه مش هيحبك، جبت حاجه بيحبك والله العظيم حاجه نيله. يا باشا حب نفسك وقدر نفسك، واللي يحبك يحبك عشانك انت مش عشان الحاجه. لازم تفهم الناس اللي انت بتعرفهم. لازم تعرف الناس اللي بيحبوك ليه. بيحبوك ليه؟ اعرف، افهم. واول انسان يفهمه انت. افهم نفسك. افهم نفسك. اللي شوف اللي بيحبك ويستغلك ده هيفضل طول عمره يستغلك. قول له لا. قول له لا. قول له مره لا كده، شوف هيتغير ولا مش هيتغير. اعرف الناس اللي حواليك. هو في حد هيحب حد من غير سبب يا حتومه؟ برضه طبعا. ما انا لو بحب انسان بسبب، راح السبب راح الحب. طبعا حب الهي لو مشروط. ما انتوا مش صعبوا كلامي الحب الالهي لو مشروط المطلق. هو ده الحب يا حبيبي. هو ده الحب. انا بحب في الله. والله الناس تحبني ما تحبنيش زي ما بحبك كده. والله حبيتوني ما حبيتونيش مشكلتكم انتم انا بحبكم. عشان طالع كده وانا مروح كده من المسجد بتكلم معاكم، بطلع وانا مبسوط ومستمتع. والله الناس تحبني يشكرهم، ما يحبونيش برضه يشكرهم. المهم انا بحب نفسي. عشان انا بحب نفسي وبقدر نفسي بحبكم. فاللي بيحب نفسه هيحب كل الناس، واللي مستمتع مع نفسه هيستمتع مع كل الناس. استوعبوا الكلام يا حبايبي حلوين معايا. ممكن تحب امك، بنتك، ابنك بدون سبب. لا يا باشا، انا بحبكم من غير سبب يعني وانا بضيع من وقتي وبطلع على التيك توك ليه؟ بحبكم وبعمل الموضوع دون تجاره مع ربنا، عشان ربنا يكرمني لما اموت كده احس ان انا عملت حاجه ارث كده، اللي انت تفيد الناس وتنفع الناس مجانا. هي دي العباده يا حبيب قلبي، هي دي العباده من غير سبب طبعا. وتساعد الناس. ما انا لما كنت بساعد الناس هنا في المدينه دي يقولوا انت بتعمل كده اكيد بتاخد فلوس. يا عم والله متطوع ووقتي ومن فلوس من عندي وعادي. اكيد يا جماعه في ناس ما يعرفوش حاجه اسمها العطاء لانه اتعود اللي هو ياخد، عشان كده عندهم امراض نفسيه. طول الانسان والاناني هو اللي بياخد. دايما الانسان الاناني هو اللي بياخد، ما بيديش، وهيفضل طول عمره فقير. في ناس معاها فلوس وفقيره لانه محتاج دايما، وممكن معاها ملايين وعندها بس برضه دايما محتاجه ودايما فقيره، ودايما تطلع كده
على التيك توك وتقعد بقى بالعربيه وبالطياره، عندها نقص. فبتاخد بقى من التعليقات يعني مثلا ممكن يخش على التيك توك ما حدش علق عليا النهارده يزعل، حد علق يبسط، بيشحت لانه فاضي من جوه. التجاره مع الله احسن طبعا، ما هو ده النهايه يا باشا، ده النهايه. ما هو يعني تكسب دنيا واخره يا باشا، والاخره خير لك من الاولى. مش كده ولا ايه؟ كل لحظه من الطيبين. المهم الانسان يخش جوه نفسه ويفهم نفسه، خلاص كده. ولازم تقعد مع نفسك، واقفه مع نفسك كده، وكفايه بقى، كفايه. ارحم نفسك بقى، ارحمها، حرام عليك. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ظلمتوا نفسكم كتير، كفايه بقى يعني، كفايه. وعيد مبارك عليكم، وخلوا عيدنا كلها عيد يا جماعه، مش نستنى العيد الصغير والعيد الكبير عشان نفرح بدون سبب، ونبقى سعداء بدون سبب عشان صحتنا. وفي احسن من الصحه يا جماعه؟ صحه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الصحه يا باشا، يقول لك شوف، اغلى ما تملك صحتك، وانت اغلى ما تملك، انت اغلى ما تملك انت. فتمارس الرعايه الذاتيه، مارس اليقظه الذهنيه، مارس الامتنان، مارس الحب، وخليه روتين يومي. فاحنا للاسف الشديد الناس دايما انا ما حدش يكلمني، ما حدش عارف عليا، ده مش عارف، ما خلي يتكلم. بطلوا بقى الحاجات دي، امراض نفسيه من برمجين يا باشا. يعني اللي قطعك وصله، اتصل انت، ما عند ربنا ده مش ضعف، سامح عشانك انت مش عشان الناس. كنت دايما اقول عمري ما اروح المانيا، حبيتها بسببك. يا باشا انا عشان بحب نفسي في اي مكان بلاقي جميل. يعني رحت تونس حبيت تونس، رحت الرياض حبيت الرياض وبموت فيها، رحت مصر بلدي بحب اي مكان بروح بحب، لان انا بحب نفسي. فانت لما تحب، لو رحت حتى فين هتلاقي نفسك مبسوط، لان انت جوه مبسوط. المشكله مش في المانيا، والله ما في المانيا، المشكله فيك انت جوه مليان حب، في قلبك مليان حب. في اي مكان هتروح فيه هتحبه، لان انت بتطلع من جوه لبره. اما انت لما تاخد من بره لجوه ده مشكله. ركزوا في كلامي ارجوكم. يعني كيف فق التعلق؟ احب نفسي. لان التعلق ده مرض. انا عندي جوع عاطفي وروحي، ففاضي جوه، فعايز اخد من بره احط جوه. لا، انا املى جوه الكوبايه بتاعتي عشان انا ادي، ما اخدش. فانا عن نفسي بحب كل الناس ولكن مش محتاج الناس. يا ريت تصحوا الكلام ده. انا بحب كل الناس ولكن مش محتاج الناس. انا اتعلق بربنا سبحانه وتعالى فقط، وارضي ربنا سبحانه وتعالى ثم نفسي فقط. هترضي الناس والله لو عملت ايه، والله لو حتى هيكرهوك، هتلاقي في اللي بيحبك وبيكرهك. يعني ارضي ربنا وانت بنفسك بس. يا ريت تصحوا الكلام. عشان كده انا حاسس ان انا اسعد انسان واغنى انسان، حاسس من جوه ان انا امير وملك ووزير ورئيس جمهوريه. جوه انا حاسس كده، بس انا بره يعني المشكله جوه مش بره. في ناس اغنياء بره ومناصب بره وفقيره جوه. والله العظيم فقيره جدا، يعني للاسف الشديد فقيره جوه، يعني كارثه. فحلو قوي انت من جوه كده، الله انا مبسوط. واحد يقول عشان في المانيا. لا يا باشا، انا مبسوط جوه. ان شاء الله فين، ان شاء الله عايش فين. فده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. فانا الحمد لله سعيد، عايش لوحدي سعيد، عايش مع مراتي سعيد، عايش في صحراء سعيد، لان انا جوه سعيد، انا جوه مبسوط، في سلام. اهم من السعاده السلام، واهم منهم راحه البال والطمانينه والسكينه. فحلو قوي اللي انت بتكون من جوه كده مبسوط مرتاح. ده المهم يا جماعه، مش كده ولا ايه؟ فانا بقول لك من خلال تجربتي وكتبتها عندكم، انا لا اسمح للمرض يدخل جسدي ولا يتحكم فيا، والانسان الطبيعي لا يمرض ولا يدخل مستشفى. حضرتك دكتور ومتخصص، خش لي
دكاتره عمليه تجميل عمليه تكميم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بيضحكوا عليكم، والله العظيم بيضحكوا عليكم، والله العظيم بيضحكوا عليكم. انت جمل جوه واكل صحي. يعني كنت سامع دكتور في المانيا بيقول لك ملكات جمال العالم اللي بيطلعوا بيعملوا عرض ازياء اكل صحي، ولا بيعملوا شد وش ولا عمليات تجميل، اكل صحي، اكل صحي. هقول ايه تاني؟ اكل صحي. وانا الحمد لله قدامكم اهو، ما بقول لكم على ارض الواقع. والمانيا بكره تكرمني، بكره السبت الساعه 6 مساء تكريم حتومه بزان. المبدعين في المانيا هيكرموا المبدعين في المانيا، سبحان الله. وكمان يقول لك شوف هتجيب مين معاك، اللي انت عاوزه هاتهم معاك. قلت لهم 5، وراح بعت لي 5 تذاكر معايا. فالحمد لله، لان انت اشتغلت على نفسك في جهد، في تعب. والمدرب بعت لي كم ماراثون كده، تخش قلت له انا معاك، انا عاوزينك، حاضر انا معاك. واوريكم كم مسابقات كده ان شاء الله الشهر ده والشهر الجاي وشهر 9. شهر 9 3 مسابقات، وان شاء الله شهر 11 باذن الله يا ريت يتسجل. جزانا وجزاك الله خير، من جوه يفيض الحب والعطاء. الله المستعان. فحلو قوي ان انت تكون صادق مع نفسك ومتصالح مع نفسك. فانت لما تقول لنفسك انا هقدر، انا هستطيع، هتوصل. حبيب قلبي انا فوندا شون جود مورجن. حفلة تكريم تتساهل لو امكن. يعني ايه؟ انا والله بعت لهم ايميل، مش فاهم السؤال، بس يعني بعت لهم ايميل قلت لهم انا عندي قناه على اليوتيوب، والايميل كنت بقول لهم عندي حاجه و30,000 يعني مشترك وعايز اصور وبتاع. فقالوا لي قلت لهم عايز اتكلم محاضره برضه، اقول محاضره. قال له للاسف احنا عملنا البروجرام بتاع المحاضرات وللاسف ممنوع التصوير. فلازم نحترم، يعني نحترمهم يعني. فحاضر انا مش هينفع اتصور، ولكن ان شاء الله في كم ماراثون كده. انا قلت للمدرب سجل لي، وان شاء الله هنقابله يوم بكره، هقابله واشوف هو سجل ولا لا. والله المستعان يعني. فانا مهتم بصحتي ومركز على نفسي واكلي ونومي يعني. فحلو قوي ان انت تركز على اكلك ونومك. البتاع الثواني يا جماعه، شفت التعليق بتاعي يا استاذ حاتم اللي هو فان شاء الله الاخوه العرب اللي عايشين في الرياض ان شاء الله حتومه جاي في الرياض ان شاء الله السنه الجايه نعيشنا، وفي قطر ان شاء الله في الدوحه 16 يناير نعيشنا. لسه ما سجلتش، وانا لقيتهم فتحوا التسجيل في الدوحه، وان شاء الله هسجل الشهر الجاي او اللي بعده تبع النادي بتاعي ان شاء الله. يوم 16 يناير ان شاء الله في الدوحه 42 كيلو، وهيطلع بيقول لك من اوتيل مش عارف اسمه اوتيل هناك كده، يعني قريت كده. فان شاء الله هسجل الشهر الجاي نعيشنا او اللي بعده نعيش باذن الله، وهكتب 3 ساعات ونص ال 42 كيلو باذن الله. انا بشتغل على نفسي وادرب نفسي دلوقتي في قطر ان شاء الله. الحمد لله في نعمه وزي الفل، وكل لحظه وانتم طيبين. فحلو قوي ان انت في مرحله النمو والتقدم والاستمراريه. اشتغل على نفسك، ما يهمكش كلام حد، سيبك من الناس ورأي الناس وكلام الناس، سيبك منهم يا جماعه. ركز على نفسك. انا دلوقتي كل الناس السلبيين والمحبطين اللي عارفهم شلتهم من حياتي. صباح الفل وصباح الجمال يا ام خالد، وعيد مبارك عليك ان شاء الله. فانا بقعد مع نفسي وامسك ورقه وقلم واشوف الناس اللي انا اعرفها دي هيعطلوني. الف سلامه. انا مش عندي، انا مش فاضي لوجع القلب وده قال وده عاد انا في دماغي حاجات كتير، مركز. اروح البيت دلوقتي واحد يصلي تمام صلاه، احمد ربنا اللي ربنا كرمنا وبصحتي، واقرا قران مع ربنا، واقرا كتاب، وعندي ميعاد هروحه، وبعدين نخرج انا ومراتي ان شاء الله. نعم كل لحظه وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. فانت شوف اللي يسعدك. شوف يا جماعه، ورقه وقلم، اقعد
الناس اللي تعرفهم هيخدموك، بيخدموك ومريحينك ويسعدوك، اعرفهم مش هيخدموك الف سلامه. هل يجي الحضن في عمود صغير بس صغير ده ان شاء الله الشجره الجايه ان شاء الله. فشوف اللي يسعدك واللي بيحبك واللي بيدعمك اعرفه. الستات والنكد ايه رايك في الموضوع ده؟ مفيش حاجه اسمها ستات ونكد. انا رايي انا الشخصي مفيش حاجه اسمها كده، لان اللي قدامك مرايه ليك انت. يعني انا لو قدام واحد نكدي ده انا هزغزغه واضحكه والله العظيم وهكلمه بالحسنى وحتى لو ايه. المشكله فينا احنا مش في اللي قدامنا يعني. ده رايي. معايا المشكله بعت لك يا حبيبي. ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا باشا. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. انت واكل محشي ولا ايه؟ صوتك كده مالك؟ صباح الخير. انت عارف انت ما تعرف ان عيد الحين وقت عيد. كل سنه وانت طيب، عيد مبارك ايوه عليك. انت طيب. وين انت في المانيا؟ نعم. انت فين؟ انا هنا وانت فين؟ انا فين؟ في ارض الله. وانا في ارض الله برضه الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. كيف الاكسرسايز يا باشا؟ والله الحمد لله يا باشا. انت مالك بتتكلم كده ليه يا باشا؟ يا اخوي قلنا لك عيد عيد. يعني وانت عشان العيد تتكلم كده يعني؟ ماشي يا عم انت صابح تعيد اتمشى. يا باشا. هو ايه العيد عندك ايه؟ هو العيد عندك ايه يعني؟ ايه يعني ايه؟ حياك يا هتومه، ايش اخبارك؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. وانت طيب، اخبارك؟ علومك. الحمد لله. والله على اللحم، على الشوى ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب قلبي، ربنا يكرمكم ويصلح حالكم يا رب ويبسطكم. امين جميعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. حياك الله وبياك. ننتظر الحضن لحد الحين ما فيه. ان شاء الله يا باشا احضنك الاول وبعدين احضن الشجر. حضن العيد. حبيب قلبي. حياك الله. يا مرحبا. حياك الله. حبينا نسلم عليك ونهنيك بالعيد. كل لحظه وانت طيب يا باشا، وعيد مبارك عليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه اجمعين يا رب. اللهم امين جميعا. ربنا يحفظكم ويحرسكم ويبارك فيكم ويسعد ايامكم يا رب، وحتى امان وسلام وطمانينه وسكينه يا رب، وعلى الامه العربيه كلها. امين. احسنت يا استاذ حاتم. حبيب قلبي. مشكور. حياك الله. الشكر لله، واتمنى لكم كده يوم سعيد. وحد كاتب لي مبسوط في العيد. انا مبسوط مع نفسي. انا العيد، انا الحب، انا السلام، انا الامان، انا الحنان، انا الطمانينه، انا انسان، انا روح، انا السلام والتسليم. مش محتاج عيد يعني، الحمد لله. فالعيد جوايا مش بره. انا اللي اصنع يومي، وانا اللي اسعد نفسي بنفسي، مش حاجه بره هتسعدني. الحمد لله. حياك الله. يلا نخليك، بنروح نكمل اللحم، نقطع اللحم. يا عم يا ربنا يخليك. خلي بالك من اللحمه، خلي بالك من صوابعك. صوابعي الحين شو اسمه، رحت انا عشان اتكلم معك. ما تاكلهمش هم كمان يعني. الله حبيب قلبي. حياك الله. ما احسنت. يلا في رعايه الله، ويوم جميل. يومك سعيد ان شاء الله. فحلو قوي اللي انت تعتني بنفسك وتهتم بنفسك، وكل حاجه جواك. الغنى جواك، والسلام جواك، والحب جواك، والعيد جواك. ما تاخدش حاجه من بره. فانت لو ركزت على نفسك وحبيت نفسك واعتنيت بنفسك وانتبهت على نفسك، شوف السعاده اللي هتكون فيها. فللاسف الشديد انت مش منتبه على نفسك، انت مركز على غيرك وشايل هم غيرك وشايل هم الشغل والفلوس والبيت ومش عارف ايه وراح فين وجاي منين، وناسي نفسك. ناسي نفسك ليه؟ قول لي. مش عارف. فللاسف الشديد الناس ما بتحبش نفسها ولا بتقدر نفسها. والله المستعان.
اتفضل يا حبيب قلبي، السلام عليكم. كيف حالك يا استاذ خاتم؟ والله الحمد لله في نعمه وزي الفل، والله نحمد الله سبحانه وتعالى. كيف انا يمكن ذكرتني صح؟ اكيد. انت عامل ايه؟ شغال ولا مش شغال النهارده؟ انا والله رايح للشغل، انا بخير، انا ما فيني احكي كثير، بس انا طلعت اول شيء مشان اعيد عليك وقلت كل سنه وانت طيب يا رب. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب يا منال واللي موجودين كلهم، عيد مبارك عليكم ان شاء الله. شغله ثانيه، بس حبيت اقول لك الله يقويك وييسر امرك ويجعلك بهذا صوتك الثبات. بعيد، صوتك بعيد ليه؟ ما بعرف والله. صوت بعيد قوي. هيك تمام. يلا كمل، لو مش مشكله كمل. انا على كل الاحوال ماني مطول استاذ حاتم، لانه انا راح اوصل لشغلي. الله يقويك استاذ حاتم ويجعلك على هذا الثبات باستمرار يا رب. ما شاء الله عنك. انا شفت في عمري كثير انه ناس تتكلم بس ما بتنفذ، بس انت قول وفعل والله. الحمد ما لله. شاء الله. الله يقويك. الله اللهم يقويك امين، وييسر اللهم امين يا امرك. رب. تصرفك كله صح، شغلك كله صح، ما في حدا بيعترض، حتى الدكاترة اللي انت بتحكي عنهم هن بيسمعوك وبيعطوك الاوكي، لانه هن بيعرفوا الحقيقة. طبعا، ما انا عشان كده بقول، انا بقول لهم رساله يدخلوا لي. اللي صح عنده كام مليون وطالع يقول انا كذا يدخل لي ويقول لي حاتم انت غلطان. يعني مستعد يعني. صح صح. الله يبارك فيك استاذ حبيب حاتم، قلبي. وسمعنا صوتك بخير. يلا سلام عليكم. كل سنه وأنت طيب، شكرا على مداخلتك حبيبي. فتوقف عن هروب من نفسك الان. في ناس بتهرب من نفسها، ركزوا في الكلام ده مهم جدا. في ناس بتهرب من نفسها، تتفرج على ماتش، تتفرج على التلفزيون، تروح تشرب مخدرات، تشرب سجاير، تسافر، تعمل، بتهرب من نفسها. فواجه نفسك، واجه نفسك، واللي انت بتركز عليه هيزيد بقوه. خليك انت المراقب والمنتبه على نفسك. صيام مقبول 9 ايام كانوا من احلى ايام طبعا، والله الحمد لله، والله العظيم صمت 9 ايام بفضل الله سبحانه وتعالى، وبشتغل وبلعب رياضه وبروح وبمشي وبعمل لايفات. اقسم بالله ما حسيت بتعب ولا جوع، وحلاوتها كده اللي انت مع ربنا وتصلي تقرا قران، اللهم ربنا يتقبل الحمد لله. ونخلي ايامنا كلها يعني اعياد وصيام. وانا ان شاء الله بعد العيد 3 صيام ميه، ال4 صيام متقطع، ال5 صيام شرعي زي ما النظام بتاعي ماشي عليه. فعقلك يا باشا زي البلاستيك، يمكن التغيير والنمو. والصوره اللي في اذهاننا يا ريت تكتبوها، بتشكل واقعنا. فافكارك بتشكل واقعك، تركيزك بيشكل تجربتك، وخياراتك بتشكل مصيرك. مش فاكر ان انا هركب، لا لا شكرا، مش هركب، مع السلامه يا حبيبي. انا ما بركبش الباص. انا واقف ما تبطل بس شويه كده. فاحنا خلقنا احرار، مش من القانون، لا. انت حر في تفكيرك وروحك. يعني لو حد حبسك، حابس جسدك، يا ريت تركزوا في الكلام ده وتستوعبوه. مش حابس عقلك ولا افكارك ولا مشاعرك ولا احاسيسك ولا روحك. اما احنا عايشين غلط ومدمرين نفسنا بافكارنا للاسف الشديد. والله ما انت ولا محتاج دكتور ولا محتاج حاجه. فالله المستعان. فعمق الايمان مهم جدا، ان انت جواك فيك ايمان بنفسك وبالله سبحانه وتعالى. فسر الشفاء اللي انت تهتم بنفسك وتنتبه عليها وترعاها، تقدرها وتحبها. اما احنا للاسف ما بنحبش نفسنا، فلازم تشوف نفسك. فزي ما بقول الناس كلها عايزه تخش الجنه وما تموتش، فنفسك اهم شيء في حياتك يا باشا. فمصدر السعاده جواك، ومصدر الحب جواك، ومصدر الجنه جواك، مش بره، كله جواك يا حبيب قلبي. فمصدر السعاده فيك. وانا اسكن نفسي. فانا بقى دلوقتي اوصل البيت بقى، اهم شيء السعاده والراحه جوه. فانت مصدر السعاده واهم السعاده، تمام، راحه البال والسلام. ونخلي السعاده عاده يا ساده. فالسعاده ممكن بتروح وتيجي، ولكن لو انت عندك سلام، خلاص انا عندي سلام جوه مهما يحصل بره.
والله لو في حرب، في ضرب نار، في ايه، انا في سلام الحمد لله. عشان كده وبقول عن امام العالم العربي ووزاره الصحه العربيه والعالميه، حتومه لا يمرض. طبعا كلام هيصدم بعض الناس، والناس للاسف ده ربنا هو اللي بيمرضنا يا باشا، ده برمجه. ربنا بيقول سبحانه وتعالى واذا مرضت فهو يشفيه، ربنا اللي بيشفينا وربنا اللي بيسعدنا، والقوه بناخدها من عند ربنا والسعاده كله عند ربنا. تمام. وانت اللي بتموت نفسك كمان، تستغرب من كلام، وانت اللي بتمرض نفسك، وانت اللي بتدعس نفسك، كله انت. لان ربنا زي ما خلق الارض وخلق الشمس خلقنا احنا كمان نفضل اصحاء لغايه اخر يوم في عمرنا. يعني نفضل اصحاء لغايه اخر يوم في عمرنا لو انت بتعتني بنفسك صح، وبتسيب نفسك وبتكلم نفسك كلام ايجابي. اما احنا للاسف الشديد تعبانين عشان احنا بنكلم نفسنا كلام سلبي، احنا مركزين على بره. فانا بقول لك ركز على نفسك، ما تركزش على الاخرين. استاذ حاتم عملت مساج بفلوس ارتحت والله؟ طبعا. حتوم بتاكل خبز؟ لا طبعا نهائيا. حتى مراتي قالت لي النهارده اعمل لك يا حاتم خبز بالشعير وخبز بالشوفان وزيت زيتون وبيض. قلت لها مش هاكل اي خبز خالص، كل انت. طبعا مش حلو. انا مراتي ربنا يخليها ليا، هي دارسه مساج يعني الحمد لله، مدلعاني الصراحه. فبقى لازم المساج يا جماعه، ولازم الحركه، ولازم الرياضه، وتهتم بنفسك وتعتني بنفسك وتراقب نفسك. هتلاقي نفسك تقول لك حلو. الباميه كيف بتاكلها؟ كل حاجه باكلها بالمعلقه يا جماعه. انا باكل بالمعلقه، يعني اكلي بالمعلقه، كله بالمعلقه يا باشا. عيش نهائيا مدى حياتي لا، البطاطس البيضه مدى حياتي لا، المكرونه ممكن، الرز ممكن. الناس اللي فوق 60 اسمعوا كلام حتومه عشان تاكل اهم خضروات مهمه جدا. البروكلي نمبر 1، ده تخليه اساسي. الناس اللي في 60 سنه وهتدعي لي. السبانخ، الجزر، الافوكاتو معايا، ده يا باشا في طبق السلطه، ده مهم. والبنجر يا باشا، ده يا باشا تمام. صحت يا باشا. انا بقول لكم اهو 62 سنه بسم الله وما شاء الله، وانا بجري في الماراثون 42 كيلو اكني بتمشى بسم الله وما شاء الله الله اكبر. شباب وانا بجري في السعوديه في الرياض، والله شباب 20 و25 سنه واقعين على الارض مش قادرين يمشوا. ده من الاكل يا جماعه. الحكايه مش حكايه شباب ولا كبير، مفيش حاجه اسمها كبير في السن ولا شيخوخه، كل ده وهم. مفيش حاجه اسمها شيخوخه، مفيش حاجه اسمها مرض، مفيش حاجه اسمها غربه، ده وهم اتضحكنا. ضحكوا عليكم بالتمثيليات والافلام والاعلام، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طلعوا في التلفزيون برمجوكم، الاعلام برمج الدول العربيه. انا ما اتفرج على التلفزيون ولا اتفرج على التلفزيون. انا اضيع وقتي حاجات هايفه وتافهه، تمثيلات وماتشات. انا استفيد ايه؟ هستفيد ايه لما مع احترامي اليوم جميعا واحد بيغني ولا واحد بيرقص ولا واحد، هستفيد انا ايه؟ انا هستفيد ايه يعني؟ مش عارف يعني. طبعا كله بيدور على الفلوس، واحنا بتضيع النفوس وصحتنا بتضيع. والله يا باشا وقتك ده عمرك، فانت مسؤول عن نفسك يعني. ده رايي يعني. Morgen, alles klar? Gut. فصحتك يا باشا بالدنيا وما فيها، وانت المسؤول. انت اللي بتختار الصحه، وانت اللي بتختار المرض بافكارك ومشاعرك. حتومه ما بتاكلش بيض؟ لا يا باشا، بيض باكل. ده انا اقل شيء 4 3. انا يوميا النهارده ان شاء الله، النهارده وبكره اروح الفلاحين هنا جنبنا المان، بجيب بلدي عشان تعرف البيض كويس يا باشا. تلاقي الصفار جوه كده غامق اورانج كده بيلمع. اما لو البيض الصفار بات ما تاكلوش. فباكل بيض يوميا، باكل بيض يا باشا. يعني ممكن 4، ممكن 6، ممكن 8، اقل شيء في البيض 3 يوميا. انا راجل رياضي يا باشا. يقول لك البيض فيه كوليسترول، بيضحكوا عليكم يا باشا، بيضحكوا عليكم. الجزر يا باشا، الجزر بيعمل له عصير او تاكله كده. الجزر عصير بينظف الكبد يا باشا، بينظف الدهن الكبد يا باشا. الكبد الدهني بينضفوا الجزر يا باشا. الجزر مفيد، يوميا لازم اكل جزر يا باشا. ده طبق السلطه ده عندي في اليوم مرتين لازم. لا
ما بعملوش بالزيت. انا البيض بعمله بالميه. ميه يا حبيبي كده بس، ما بعملوش انا بالزيت البيض خالص. البيض ده حبيبي، ده انا لازم البيض ده اساسي يعني، عندي يوميا لازم البيض، المكسرات، التمر، الحاجات دي اساسيه. طبق السلطه، الشوربه، ده اساسي يعني. السبانخ دي يعني شبه كل يوم. اللاكس، السلمون او السردين او السمك ده مهم عندي. الحاجات دي اساسيه. الصيام بيعالج جميع الامراض، الصيام المستمر. دكتور طالع في امريكا محترم مشهور ما شاء الله عليه، والناس كلها بتدعمه، يقول لك الصيام بيتعب وما تعملش صيام. كتبت له قلت له يا دكتور ده انا بقالي 22 سنه بعمل صيام كذا، وكان هو طلع لي بقى ايه، عامل لي عضلاته كده ومفيش عضلات، ولابس لي بقى وعايز يقول لي انا في امريكا وبتكلم احترامي ليه، مش هذكر اسمه يعني. قلت له يا دكتور والله يعني ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك ويصلح حالك في علمك، ولكن انا الحمد لله بعمل صيام وكذا وكذا، وكتبت له كل حاجه يعني. شال البوست بتاعي. شال البوست. فطبعا كله بيشتغل بيزنس يا باشا، كله عاوز فلوس، تجاره يا باشا، كله طالع تجاره يا حبيبي. ما عايزين فلوس، ما الناس لو صحتها حلوه الاعداد هتقفل، مش كده ولا ايه؟ وانا اول فيديو عملته على التيك توك، صباح الفل وعيد مبارك عليكم، اول فيديو عملته على التيك توك قلت يا جماعه انا عندي فكره وتجربه. اول ما طلعت وقلت لهم الشاب المصري 59 سنه، الناس قعدت تتريق، شاب مصري 59 سنه. ما عارفين اللي عنده 59 سنه و60 سنه قاعد على كرسي، عنده ضغط، عنده سكر، مش كده ولا ايه؟ فقلت لهم لو طبقتوا كلامي والله العظيم المستشفيات في العالم كله، مش في العالم العربي، هتبقى شبه خاليه. شوفوا الفيديو موجود الفيديو والله موجود، اول فيديو عملته على التيك توك. وشوفوا الفيديوهات، اسمعوا الكلام يا جماعه. مش شرط، مع احترامي للجميع انا مش قلل، مش شرط دارس يعني لازم يكون دارس ومختص، لا طبعا مش شرط والله. طب ما في واحد بيبقى مطرب ولا دارس تربيه موسيقيه ولا بيفهم يعني، لو مؤاخذه في الكلمه مش عارف حاجه في اي حاجه، وتلاقي صوته بسم الله وما شاء الله. وممكن واحد بيقرا قران ممكن بيقرا غلط، بس صوته بسم الله وما شاء الله احسن من في الازهر وخارج ازهر مش كده ولا ايه؟ في حاجات ربانيه كده. روح يا حبيبي، في تزكيه اهم من العلم، التعلم اهم من العلم، مدرسه الحياه اهم من العلم يا حبايبي يا حلوين، ده رايي. لان الواعي مش محتاج شهادات ولا محتاج دكتوراه ولا محتاج حاجه خالص. حتومه فوت اسمع صوتي باليوتيوب. رايح للجامع؟ لا لسه جاي من الجامع، انا لسه الحمد لله صليت الفجر جماعه وصلينا العيد جماعه وخلصت ومروح. احنا خلصنا الحمد لله، خلصنا يا مصطفى. الفجر كان 6 الا ربع، اللهم صل على صلاه العيد، والفجر كان الساعه 4. الحمد لله، تقبل الله منكم صلاه على النبي. ما قلت لي هل 8 كيلو متر كويس اذا الواحد مشي؟ يا ست حتى لو كيلو حلو، المهم الواحد يمشي ويتحرك، الحركه بركه. 8 كيلو حلو، 2 كيلو حلو، 3، المهم اتحرك واستمر. اهم حاجه الاستمراريه احب الاعمال عند الله ادومها من قل. استمر. اي ساعه بتفطر، انا هفطر النهارده بقى، اكسر النظام، ما فيش بقى صيام متقطع ولا حاجه، تمام. اروح دلوقتي انا ومراتي ناكل بقى. انا مش صايم، امبارح فطرنا الساعه 10 الا 10، يعني بنفطر على الساعه 10 يوميا 9 ايام الحمد لله صبتهم، ربنا يتقبل الحمد لله. ما اريد استمر اني استمر في المشي كده راح اضعف، لا بالعكس، المشي مش بيضعف، المشي بيرفع هرمونات السعاده، المشي بيساعد عمليه التنفس، مش بيضعف. لا كلام غير صحيح. المشي بيخلي الحاله النفسيه كويسه، ويخلي المعده كويسه، والكبد بيحرك جوه كويس، وتلاقي ممكن بعدها تخش الحمام والهضم بيبقى كويس. يعني المشي ليه فوائد كتير، مش بيخسس. ده كلام ضحكوا علينا يعني، ضحكوا علينا والله ضحكوا علينا. يقول لك الفطار صحي، وانا بقالي اكتر من 25 سنه ما بفطرش والحمد لله صحي وبجري. يقول لك ده غلط، وانا دارس ومختص، بتاع عنده ضغط وعنده كرش وعنده سكر. دارس مين يا عم؟
يا عم دارس مين ولا مختص مين يا عم؟ حكوا على الناس يا عم. كله عاوز فلوس، مع احترامي للجميع يعني. وعملنا ابحاث مين؟ ما انا بقول لك اهو تجربه اهو. 22 سنه مش شهر ولا يوم. الله المستعان. ده وزاره الصحه في المانيا لما رحت لهم قلت لهم اعمل عادي لا امرض، مش مصدقين وزاره الصحه. ولسه ده حتى هتشوفوا مفاجآت على قناتي، والله ما هتشوفوها في اي دكتور ولا اي عالم عربي ولا الماني ولا امريكي. هتشوفوا مفاجآت، بس دعموا القناه وهتشوفوا. طبعا ما انا قلت المشي بيرفع هرمونات السعاده. ما هو يعني عشان الكورتيزول بينزل وهرمونات السعاده بتطلع، والجري بيبقى افضل كمان لانك بتعرق بتطلع السموم من جسمك، والاندروفين بيشتغل لانه ضد الالم. يا جماعه والله العظيم لو طبقتوا اللي انا بقوله والله هتفضل شباب، ولا تروح لدكتور ولا هتاخد دواء ولا تعمل حاجه. ومش كده وبس، ده انت تبقى سعيد ومبسوط وهتنتج، وطاقه ايجابيه وطاقه جنسيه وطاقه حيويه وطاقه روحيه سبحان الله. وكل ده ببلاش. الهواء ببلاش، والرياضه ببلاش، والميه ببلاش، واحنا بندور على فلوس ونروح لدكاتره نشتغل ونتعب نفسنا وستريس عشان في الاخر نصرف الفلوس على الدكاتره. مش كده ولا ايه؟ حتى انا عملت عمليه المراره شلتها وكتير تعبت ونصحت 10 كيلو. والله ما انا شوفوا يا جماعه، يعني انا ما شلتش المراره ولا عشان اقول اي حاجه، ولا اقدر اقوله. الاكل الصحي بيعالج جميع الامراض، الصيام يعالج جميع الامراض، الحاله النفسيه بتعالج جميع الامراض. انا شلت اي حاجه انا ما اقدرش اتكلم. عيد مبارك عليكم جميعا ان شاء الله. حاله نفسيه كبيره جدا، ان انا لو تعبان، انا حاتم لو تعبان تمام، لو كلمت نفسي اجابه انا كويس وانا مبسوط وصحتي حلوه وابقى سعيد، المرض هيروح. حتى لو سرطان هيروح والله. ده رايي يعني. كلموا نفسكم كلام ايجابي يا باشا. كلم نفسك انا مبسوط، انا سعيد، انا مرتاح، انا فرحان، انا بحب نفسي، انا استحق الافضل، انا استحق كل خير. قول لنفسك كده بس. اما انا تعبان، انا قرفان، هتتعب يا باشا وهتقرف اكتر. ما كلامك زي ما يكون بذره بتزرعها في ارض، فانت اللي بتتكلم. فانتبه لكلامك يا باشا، انتبه لكلامك. اشكركم انا وصلت البيت اهون. عيد مبارك عليكم ان شاء الله ويومكم جميل. لو عندي وقت النهارده بالليل هعمل لايف، مفيش، هيبقى بكره ان شاء الله الصبح، وانا بعد صلاه الفجر نعيشنا وربنا يطول في عمرنا. الصلاه يا جماعه، انت بتكلم ربنا، تقرا قران ربنا بيكلمك، تروح تصلي في بيت ربنا وكلمه. واتمنى يعني السنه الجايه ربنا يعزمني في مكه ان شاء الله ان شاء الله. فانا بقول الحمد لله، وبقول لاي انسان، في ناس مش اي انسان سمعني او كل اللي سامعيني، يا باشا عاوز اروح الغردقه، شو رايك؟ يا عم تروح اللي يسعدك، روح. عايز تروح الغردقه، عايز تروح فرنسا، عايز روح اللي انت عاوز تعمله يا حبيبي. اللي انت يريحك اعمله اللي يسعدك ويبسطك اعمله يا باشا. انا ماشي بالمبدا ده، انا عايش عشان استمتع. ما اضرش حد ولا اضر الناس ولا انا عايز اروح الغردقه اروح، عايز اروح فرنسا انا بعمل كده والله. انا حطيت دماغي الف العالم كله، خلاص انا حر. الحاجه اللي بتمتعني، انا هدفي في حياتي استمتع. فاستمتع يا باشا. يا باشا عاوز اروح الغردقه، شو رايك؟ حلوه. ما تروح يا ابني، روح ان شاء الله، تروح مرسى مطروح روح اللي انت عاوزه. فانا بعمل هدفي ان انا استمتع، هدفي صحتي، هدفي علاقتي مع ربنا، هدفي اكون سعيد. لازم يكون عندك هدف يا باشا. فاستمتع يا باشا. الغردقه جميله وناسها اجمل. معايا ناس المان راحوا الغردقه وجايين مبسوطين منها قوي قوي والله. الالمان مبسوطين من الغردقه قوي. فروح يا حبيب قلبي. يلا اترككم في رعايه الله، وعيد مبارك عليكم. دعموا القناه يا جماعه، وان شاء الله مفاجآت على قناه حتومه الرايق. لو انت زعلان خش على حتومه بازان، صحرا كان او بستان، حتى لو في اليونان او في السودان او في لبنان او في اليابان او مع الالمان، هتعيش في امان وسلام. ولو انت متضايق خش على حتومه الرايق، هتبقى فايق السلام عليكم. شكرا يا ابو مصطفى، وعيد مبارك عليك ان شاء الله، وعلى الامه العربيه والاسلاميه وعلى الجميع. يا ربنا يخليك. رحت على تركيا، نصابين كانوا يا سيدي، حظك بقى. يلا سلام عليكم.